السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالي نعمل بقى شوية سمك بلطي مقرمش بطريقة جديدة، وهي طريقة التلحيسة. وهيطلع معاكي مقرمش ومش شارب زيت، وكمان تحافظ على الزيت نضيف مش هيتحرق منك، وممكن نستخدمه كذا مرة تاني. وهنعمل كمان رز صيادية مش معجنة معايا زي ما ناس كتير بتشتكي، هتطلع مفلفلة معاكي وزي اللي بنجيبه من المحلات والمطاعم. ولو أول مرة تشوفوني متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا نبدأ باسم الله، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدأ الفيديو على طول. أول حاجة كده هنجيب حوالي كيلو وربع كده سمك بلطي حجم وسط، ونضفته كده وشلت الزعانف بتاعته والخياشيم بتاعته، ونضفته كويس كده وغسلته. ومعلومة عشان تنضفي السمك بسهولة جدا، ان انا مخصصة فرشة زي فرشة السنان كده نظيفة، مخصصاها للسمك، فبتنضف السمك من جوه بطريقة سهلة جدا، ولا تعور ضوافري ولا تعور ايدي ولا اي حاجة، وبيطلع معايا زي يعني ابيض من جوه جدا. بس كده غسلته كذا مرة ونشفته، وبعد كده عملت له فتحات كده عشان خاطر الزيت يوصل للاماكن دي والتتبيلة توصل برضو. ممكن اقطعه كده وممكن اقطعه بالشرايح، يعني اعمله كذا شريحة كده في من قدام ومن ورا كده. وبس من ان السمك لسه جايباه طازة، وان دليل ان هو طازة ان السكين مش راضية تدخل فيه يعني بسهولة، مش مهري معايا. هنعمل بقى التتبيلة مع بعض. اول حاجة جبت توابل سمك، في منها جاهزة وفي منها عند العطار، يعني هناخد منها معلقة كبيرة، معلقة كمون، ربع معلقة فلفل اسود، نص معلقة كزبرة، ملح. وهضيف كده ليمونتين كبار لان السمك بيحب الليمون، هعصرهم كده على التوابل اللي انا حطاها. وبس ظبطي الملح بتاعك بقى، وضفت حوالي معلقه كبيره توم اللي انا مخزناه. شايفين جاهز معايا ازاي؟ ما خدتش وقت ولا دق ولا قشر ولا اي حاجه. ولو ما سمعتيش فيديو تفريزات الخضار والثوم والبصل والكلام ده، هسيبهولك باذن الله في صندوق الوصف. واحط كده معلقه خل كبيره عشان خاطر تشيل زفاره السمك. بس كده ابدا بقى اتبل السمك معايا. والسمك البلطي يا جماعه يعني في متناول الجميع، يعني ومتوفر، يعني كل يوم لو نزلت السوق تشتري هتلاقي يعني سمك، هتلاقيه متوفر جدا، يعني مش محتاجة ان انا احجزه ولا حاجة، متوفر. وسعره يعني متوسط، يعني انا بجيب الكيلو وربع دولة، يعني مش غالي قوي خالص، بس اسعاره بتتفاوت من مكان لمكان. عايزاكم تقولوا لي في التعليقات بقى كيلو السمك البلطي عندكم، في الاماكن اللي انتوا عايشين فيها سعره كام؟ يعني سعره يقلب كتير من السمك من الفراخ واللحمة. ومش لازم تعمليه ان يكون كبير كده، بس ممكن تقطعيه نصين. يعني لو مش بتحبيه كبير زي ما انا عاملاه كده، قطعيه نصين كده، قطعيه على حتتين من النص كده، هيبقى اسهل معاكي في القلي وفي كل حاجة. بس تبلته كده وركنته حوالي ربع ساعة كده يتبل. والتتبيلة الزايدة مش هرميها، احطها في الفريزر كده استخدمها في حاجة تاني. وابدأ بقى عقبال ما السمك يتبل اعمل رز الصيادية. جبت حلة على النار وحطيت فيها معلقتين زيت، ونزلت كده بشوية بصل من اللي انا مفرزاهم. زي ما بقول لكم يا جماعة، التفريزات مهمة جدا بجد، مهمة جدا للمرأة العاملة، مهمة جدا لرمضان. انا ولا يعني الكبة دي تقريبا من ساعة ما فرمت فيها البصل والثوم انا منزلتهاش تاني خلاص. ما بتخليكيش كسلانة ان انت تعملي الاكل ولا اي حاجة، كل حاجة جاهزة، الطماطم جاهزة، كل حاجة جاهزة. الخضار معايا متفرز، اللحوم متفرزة. بجد هيوفر معاكي وقت ومجهود بطريقة فظيعة يعني. غير ما نضمنش ان الاسعار هتغلى في رمضان ولا لا.
دلوقتي لازم تكون تحمر معايا زي ما انتوا شايفين كده. ضفت الملح ومعلقة كركم كبيرة ومعلقة نص معلقة كاري ومعلقة صغيرة من توابل السمك اللي انا استخدمتها. وبس شوحتهم كده في البصلة والزيت، ونزلت بكيلو رز مصري غسلاه ونقعاه كده، واديله تشويحة كده في البصلة والزيت والتوابل. انا عايزة الرز يعني يسخن معايا، يتغلف بالمادة الدهنية. في ناس كتيرة بتقولي ان الرز الصيادية بيعجن معايا، عشان خاطر انا مش بشوحه في المادة الدهنية. بس كده هنزل بالمية، مش هحط مية كتير عشان خاطر ما يعجنش معايا ويزيد معايا المية بتاعته. لا، هحط بس زيادة، بس عقلة صباع. ولو محتاج تاني ممكن اضيف مثلا شوية صغيرين كده اثناء السوا. بس ما نزلش بالمية كلها وفي الاخر يعجن معايا. وقبل كده عملنا الرز الاحمر، برضه هسيبهولكم في صندوق الوصف. حلو جدا مع الاسماك. نبدأ بقى نعمل التتبيلة الجديدة اللي احنا هنعملها عشان خاطر السمك البول تطلع مقرمش. هنحط كوباية نشا وبعد كده ومعلقة كركم، معلقة كركم صغيرة، ومعلقة توابل سمك. وهنظبط الملح بتاعي، وهننزل بكوباية الا ربع مية. هي هتبقى محجرة شوية، وبعد كده هتفك معاكي بالشوكة كده. وهننزل فيها السمك. وبعد كده ننزل في الدقيق العادي ما فيهوش اي حاجة. بس كده هنفضها كويس من الدقيق. وهنزل التانية كده في التتبيلة او التلحيسة الجديدة اللي احنا هنعملها. بجد بتفرق ان اول السمك ما بينزل في الزيت بيقرمش على طول، ما بياخدش وقت في السوا. تاني حاجة بيطلع لونه ذهبي، بيقعد فترة. يعني انا كنت قليه في الظهر كده، قعد لغاية الليل مقرمش، عكس ما بعمله في الدقيق لوحده. كمان الزيت بتاعي نضيف، يعني بس شلت منه بس الزيادات اللي بتنزل من السمك وبس، وشيلته واستخدمه تاني، ما فيش اي مشكلة، مش بيتحرق. وحتى ريحة البيت يعني ما بتبقاش صعبة ريحة قلي السمك، لا مختلفة. بس كده، وببص على الرز. شايفين اتشرب معايا المية ازاي؟ عشان انا مش مكترة. اهدي النار بقى واسيبه يستوي على شمعة واحدة. بس فقلبت السمك كده زي ما انتوا شايفين، ما خدش وقت خالص واتحمر معايا. دي يا جماعة طريقة المطاعم. شايفين؟ انا عايزة ركزوا بس في الزيت. الزيت مش محروق. الزيت مش محروق خالص. غير ان هو السمك مش شارب زيت خالص نهائي. ابدأ بس اصفيه كده، واطلعه على مصفى كده او مناديل مطبخ. وابدأ بقى اقلي الكمية التانية. بس قيمة نص ساعة تقريبا اكون خلصت انا الغدا. ما خدش وقت معايا، ولا الرز الصيدية معايا، ولا اي حاجة. بما اننا في امتحانات دلوقتي، فصراحة الحاجات المقلية دي اسهل بكتير من ان انا اطبخ ولا اعمل تقلية، ولا اعمل طبيخ واستنى اللحمة تستوي. لا، انا حاسة ان اسهل بكتير في ايام الامتحانات اللي احنا فيها دلوقتي. شايفين لونه ذهبي يا جماعة ازاي؟ خلي بالكم انا مش حاطة ولا ورق زبدة، ولا حاطة ورق مناديل، ولا اي حاجة. وهو مش شارب اصلا زيت. مش شارب زيت خالص معايا. والزيت ده بالظبط، يعني لو بمصفى اصفي بس اللي وقع من التتبيله. وخلاص، وهشيله تاني، استعمله تاني مره تاني. بس كده حطيته في اطباق التقديم اللي هحطها على السفره. وحطيت كده بولات من الرز. يعني باذن الله هيعجبك الوصفه جدا، ومش هتفرق خالص عن المحلات والمطاعم، وبالعكس احلى.
واعملوه بنفس الطريقة وبنفس الوصفة اللي احنا عملناها وبنفس الخطوات. هيطلع معاكي السمك لونه ذهبي ومقرمش، والزيت بتاعك هيبقى نضيف، يعني ممكن تستخدميه كذا مرة. وسامعين صوت القرمشة يا جماعة ازاي؟ ويقعد فترة طويلة مقرمش. اهم حاجة متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.